رجالة تالتة أولى ثانوي، أهلا بيكم في ملخص جديد. النهاردة هنتكلم عن التفلسف وعلاقته بالقيم. يعني إيه تفلسف؟ إن حضرتك لما يتقالك حاجة كده تعرف تنتقدها، تطلع عيوبها، ما تاخدش الكلام زي ما هو. طب ده مهم طبعا، بيديك مرونة كده، خليك تبقى مش عنيف، مش متعصب، عارف تستجيب، بتبعد عن اللامبالاة، ليك دور يا أخي. بس ايه اللي ممكن يخليك ما تعرفش تعمل ده؟ ايه المعوقات؟ يقول لك والله المعوقات ان يكون في بيئه اسريه ما بتديش فرصه للحوار، اجهزه اعلاميه بتعرض راي معين بس، بيئه تعليميه قايمه على ثلاثيه الحفظ والتلقين والاستظهار. اقفل دماغك. فهنا يا صاحبي مهم تعرف المعنى الفلسفي للقيم. فاكر المبحث بتاع الاكسيولوجي؟ مبحث القيم ده مبحث اساسي في الفلسفه، اللي هو فيه المثل العليا بتاعت قيمه الحق والخير والجمال، كلام الترم الاول ده. فتعال نتكلم عن القيم بقى. ايه طبيعه القيم؟ بيقول لك والله طبيعه القيم دي هتبان لنا من خلال راي الفلاسفه. فاحنا عندنا هنا نوعين: في قيم ذاتيه نسبيه، وفي قيم موضوعيه مطلقه. القيم الذاتيه النسبيه دي بيقول لك دي القيم ليست مطلوبه لذاتها، ولكن ينشدها الناس كوسيله لتحقيق الغايات. يعني هي اللي بتاخدنا للهدف بتاعنا. فهنا يا صاحبي انحاز للمعنى ده كونت ودوركايم، اللي قالوا المجتمع هو مصدر القيم. بتختلف يعني القيمة من مجتمع للتاني. وكمان بنتام وميل، اللي قالوا ان الفعل قيمته بتحدد نتائجه. يعني ايه قيمته بتحدد نتائجه؟ يعني انت عملت ايه فبناء عليه تاخد ثواب او عقاب، لان الفرد بطبعه هيتحاشى العقاب زي ما هو دايما بيدور على النفع او اللذة. طيب جميل. الناس انتقدوه ازاي؟ قال لك صعوبة، هنا في صعوبة تمييز بين الخير والشر. وما قلتش ايه دور الدين، الاوامر والنواهي، لان ده اللي هيخلي الانسان ما يبقاش كائن اناني بيفكر في نفسه ويميز نفسه عن الكائنات التانية زي الحيوانات مثلا. طب ايه كمان؟ قال لك القيم الموضوعية المطلقة. القيم الموضوعية دي اللي هي قيم مطلوبة لذاتها، هي نفسها الهدف والغاية في نفس الوقت. وهنا انحاز الرأي ده ارسطو، اللي شاف ان العقل هو اللي بيميز بين الحق والباطل. فبالتالي احنا مختلفين عن الحيوانات اللي بتستخدم غريزتها. وكمان انحاز للرأي ده ماسكوي، اللي كانت فلسفته فيها طابع اسلامي شويه. فقال لك هسمو بالاخلاق عشان ارتقي بيها، عشان ده اللي بيميزنا عن الحيوانات اللي هو العقل يعني. طب الناس انتقدوه ازاي؟ قال لك القيم هنا حياديه ثابته بيهتدي بيها الناس او البشر يعني عشان يتميزوا عن الكائنات التانية، لان الانسان متمسك بعقله، فبالتالي الانسان بينمو بيرتقي، قيمه مختلفة عن الحيوانات. وهنا كان في دور مهم جدا للدين، فالجزاء الديني عامل مهم جدا عشان يبقى فيه اخلاق. طيب حلو. القيم بقى اللي احنا هنكتسبها من الفلسفة، يعني يقول لك الفلسفة دي بتديك طريقة تعيش بيها، تقدر تتوقع المستقبل بيها، يعني تبقى فاهم ازاي تتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل في مجتمعك. وهم 4 قيم: قيمة البحث عن الحقيقة وحب المعرفة، قيمة الاستقلال الذاتي، قيمة التسامح الفكري، وقيمة الحرية الإنسانية. ايه قيمة البحث عن المعرفة دي أو حب الحقيقة؟ قال لك دي القيمة اللي بتعرفنا ازاي نوصل للمبادئ الأولى في الفلسفة، اللي هو التساؤل. لما تزيد معلوماتنا ومعارفنا من خلال ان احنا نعرف نميز بالليه وازاي، نبدأ نتعلم اكتر، نقرأ اكتر، فنبدأ يكون عندنا طريقة في التفكير. بس خلي بالك دي حاجة صعبة، ان المجتمعات حاليا بقت مليانة معلومات مغلوطة، فمين اللي بيقدر يراجع صح ويتأكد من المعلومة صح؟ وده بيبقى من خلال 3 نظريات: نظرية التطابق، ودي ان الحاجة بتطابق حواسنا او ادراكنا الحسي، زي ان احنا بنقول ان الشمس بتنور لان احنا بنشوفها بتنور. ونظرية الترابط، ودي اللي الناس بتوعها كانوا شايفين ان هي لازم تكون يقينية في صوابها لانها مستنبطة من الاحكام اللي عندنا، يعني متاخدة منها. طبعا انت خدت الاستنباط والاستقراء في المنطق ففاهم يعني ايه متاخدة منها، فبالتالي هي يقينية زي ما موجودة في الرياضة. والنظرية الثالثة وهي النظرية بتاعة المذهب النفعي او المذهب العملي البرجماتي، ودي اللي كان بيقول لك ان اصحاب المذهب ده بيهتموا بالنتيجة. النتيجة عندهم هي معيار الحقيقة. يعني مثلا لو انت بتدرس برمجة هيبقى عندك فرص عمل ليها فلوس كويسة، ودي القضية اللي هتكون صادقة لو قدرت تحقق الهدف ده اصلا.
وانك تجيب منها فلوس. كمان يا صاحبي هنا في قيمة الاستقلال الفكري او الاستقلال الذاتي. ايه القيمة دي؟ يقول لك حضرتك بقيت متحرر من التبعية، ما بقيتش بتمشي ورا حد، بتعرف تمارس النقد، بتاخد قرار يدل ان انت شخص دماغك عالية، فاهم انت بتعمل ايه، عندك حرية سواء في الرأي او في العقيدة او حتى في حرية النشر. طب كمان هنا في قيمة التسامح الفكري. ايه قيمة التسامح الفكري دي؟ بص يا صاحبي، قبل ما اخش على قيمة التسامح الفكري هنسألك سؤال صغير كده، تفرق لي بين تعريف الاخلاق التطبيقية وتعريف الاخلاق البيوتيوبية، ويا ريت كمان تقول لي ايه اهم مجالات الاخلاق البيوتيوبية. نشوف اجابتك تحت في الكومنتات. بص يا صاحبي، قيمة التسامح الفكري هو ان حضرتك يبقى عندك مرونة، دي من اساسيات التفلسف، ما تبقاش بتفكر بنظرة احادية. فاكر الموقف الفلسفي ما تفكرش بالشكل ده، فكر بيكون في اختلاف، يكون حضرتك منفتح على افكار ومعتقدات ناس تانية. ايه المشكلة لو في حد مخالف؟ فبالتالي هنا في اهمية للفرد واهمية للمجتمع. الفرد يعني دماغه بتتحرر من الجمود، ما بيبقاش متعصب، ما بيبقاش قافل دماغه على معنى معين، فاتح انه يسمع اكتر من حاجه. ده هيخليه يبقى ارقى وعنده نفسيه سويه. طب مهم للمجتمع طبعا، بيديله قدره على التعايش مع الثقافات المختلفه، فبالتالي يقدر يستمر في حياته، يحافظ على حقوق ومصالح غيره اللي هي المصلحه العامه. وهنا يا صاحبي هسالك، ايه هي الموافقه المستنيره وايه اهم العناصر اللي بتاثر في الموافقه المستنيره؟ ويلا بينا بقى على القيمة الرابعة، قيمة الحرية الإنسانية. إيه الحرية دي؟ يعني إيه حرية؟ يقول لك والله المفهوم الفلسفي بتاع الحرية إن الفعل عن رؤية وتدبر وتفكير. أعمل حاجة وأنا فاهم أنا عملتها ليه، مع إمكانية إن أنا أعمل عكسها، ما أقولش أنا حر وأنا أصلا ما قداميش غير طريق واحد. لا، ينفع أعمل ده أو ده وأنا اللي اخترت ده بمزاجي، كنت ممكن أختار ده. دي اسمها الحرية. زي ان انت مثلا تخش ثانوي تقرر تخش ادبي وتسيب علمي مثلا، ما قدامك ده بس قدامك قررت تاخد ده، او العكس بالعكس. دي حريه. طبعا هي مش حريه مطلقه، مقيده بحدود معينه، اهمهم على الاطلاق هي الحريه والمسؤوليه، مرتبطين ببعض دايما. انت حر ما لم تضر، انت حر طول ما انت مسؤول عن تصرفاتك. الحريه محدده مقيده بالقواعد دي، مش فوضى، مش اي حد يعمل اي حاجه هو عايزها زي ما يعمل فبراحتك. وهنا طبعا هتاخد نموذج تطبيقي مهم جدا 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 هيتكلم عن حريتك في استخدام وسائل او شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا احنا حياتنا كلها بقت على النت مؤخرا، فبقى هنا مين بيحترم الحق في الخصوصيه، الحق في حريه التعبير، مين بياخد قرار بحريته في الراي؟ هنا بتبقى الدنيا فيها اختلاف شويه. مستخدمي طبعا مواقع التواصل على النت بشكل عام، فيسبوك، تويتر، غيره، حريه بيفتكروا ان حريتهم مطلقه، ممكن يقول اي حاجه في اي وقت. فهو في نظره ارتفع سقف حريه التعبير قوي، ان هو يقول اي حاجه، بس طبعا مش لدرجه ان انت تعتدي على الارث الاجتماعي او تحاول تفك المنظومه الاخلاقيه. ما ينفعش تنتهك حقوق وحريات الناس التانيه، ولا ترتكب جرائم اخلاقيه، مثلا ان انت تعتدي على حد او تشتم حد. فاحنا هنا بقى في كمية معلومات، صور، فيديوهات كل يوم، مين يقدر يراجع ورا الكلام ده ويتأكد منه؟ لازم حضرتك قبل ما تنشر حاجة تراجعها. عشان كده انت ليك دور مهم جدا، انك كل ما عدد الناس اللي بتتابعك او بتشوفك او مسؤولة منك يكون كبير، لازم تكون حضرتك مسؤوليتك اكبر. يعني الكتابة دي امانة، مسؤولية، لازم تحترم حقوق الناس، ما تتعداش عليهم. كمان حضرتك تتأكد من الحاجة اللي بتنزلها قبل ما تنزلها. طبعا الكلام اللي بقوله ده منهج، ماشي تفتكر كده وخلاص. وبالمناسبه قول لي ايه اهم معايير الاخلاق البيوطبيه تحت في الكومنتات. كمان يا صاحبي هنا مهم جدا تعرف إيه، ان انت قبل ما تشير معلومه تتاكد منها، تدور وراها، تكون فاهمها غلط، تدور ورا الشخصيات اللي بتتكلم اصلا، بدل ما انت تتداول الافكار كده وخلاص. تعتذر او تتراجع لو لقيت نفسك غلطان في حاجه، تدي نصيحه في حدود معينه، مش لازم في العلن كده، مش في الكومنتات. لا يا صاحبي، عايز تنصح حد كلمه هو، تواصل معاه، قول له دي مش عجباني، افهم وجهة نظره. تنسب الفضل لاهله، مش تسرق الحاجة بتاعت حد وتعملها انت، طبعا زي ما بنشوف في كل حتة. كمان يا صاحبي تبقى متأني كده، ما تتسرعش عشان تكتب كومنت وخلاص، لا تبقى فاهم انت بتكتب ايه وامتى.
تدور ورا الحاجه، تتحرى وراها، وتعرف زي ما قلت لك ان كل ما يزيد متابعينك كل ما انت عليك مسؤوليه اكبر. لازم تراعي ده في كتابتك، في تعليقاتك، كمان راعي قواعد الاملاء، مهم جدا. لغتك هي هويتك. اعرف ان مواقع التواصل دي ما بتغنيش عن التواصل الحقيقي مع الناس. صله الرحم، ان انت تقابل وتقعد مع الناس، تقابلهم، تكلمهم، اهلك اللي انت سايبهم دول. طبعا الكلام ده كله بنقوله لك على ابراهيم وبكر، تقدر تكون شفت فيديوهات كتير جدا موجوده تقدر تتابعها هناك. القناه التانيه يعني. فحضرتك اهلا بيك معانا دايما. اعرف ان الفلسفه دراستها هي اعاده تشكيل حياتك. وهنا هنبقى خلصنا اخر فيديو للفلسفه في الترم ده، وهو اخر فيديو للفلسفه. بس طبعا مش اخر فيديو على القناه ولا اخر فيديو معانا للمنطق. ونشوفك على خير السنه الجايه ان شاء الله بناء على قرارك. كان معكم مستر ابراهيم بكر. يقول لك على العقل ان يلتزم بالتفكير الذي يتقيد بحدود عالم الظواهر المشاهده ولا بص الظواهر المشاهده يعني حاجات موجوده في الواقع، يبقى تطابق واقعي. السؤال الثاني، اتجاه او مفهوم ده تحويل النظر عن الاولويات والمبادئ النظريه الى الغايات والنتائج العمليه. نرتقي، يبقى ده نفع صاحبي. دور على النتيجة، دور جوه ذاتك، أهراماتك واللي على السد، وصلي على النبي. يقول سقراط: الحياة ليست بحث عن الذات ولكنها رحلة لصناعة الذات. يا سلام عليك يا عم سقراط. يبقى أنت هنا بتتكلم عن إن أنت يبقى استقلال ورفض التبعية. السؤال الرابع، يقول فولتير: إننا أبناء من نفس الأب ومخلوقات لنفس الإله، وإننا خليط من الأخطاء والنقائص. كلنا بنغلط يا ابني، ففوت وكبر دماغك، إنه التسامح الفكري. نقف لأن بعض على الوحدة. سؤال 5، تكرار نفس سلوك الآخرين سوف يؤدي بك إلى نفس النتائج. سبحان الله سبحان الله، تعمل نفس حاجة هتؤدي نفس حاجة. احنا هنوصل هنا، هقول لك فرق بين القيم تحت في الكومنتات. الأربعة بس العناوين بس عشان نخش في التفاصيل بعد كده. فيبقى أنت هنا بتتكلم عن استقلال ذاتي. السؤال السادس، يقول مارلين سافانت: لاكتساب المعرفة على المرء أن يدرس، ولاكتساب الحكمة عليه أن يلاحظ. سلام. لازم يا ابني، لازم تاخد بالك. يبقى أنت هنا بتدور عن البحث عن الحقيقة أو حب المعرفة. بقول لك في الكشكول بقى، في الكشكول واخد لي بالك انت، في الكشكول قيم المهنه. طيب السؤال السابع ده هو يقول لك: الاحساس هو الطريقه الوحيده للمعرفه، وان احكامنا ليست سوى صياغه لاحساساتنا. وهي حقيقه اذا كانت احساسات حقيقيه، ولكنها لا شيء، لا يمكن كل شيء يتبدل. هي اللعبه في يتبدل دي، يبقى دي متغيره ترتبط بحاجات الفرد، متغيرة لأنه قال يتبدل. السؤال الثامن، شايف احنا قاعدين ازاي؟ اخر فيديو بقى براحتنا. يؤكد كانت ان مهمة معلم الفلسفة لا تنحصر في تعليم تلاميذه بعض الافكار الفلسفية، ولكنه يهتم بتعليمهم كيف يفكرون. فكر. انتج عقول ناضجة. سؤال 9، اعمل دائما على نحو تعبر به الشخص الإنساني في نفسك وفي الآخرين غاية لا وساطة. ده كلام مين؟ كلام أرسطو وأرسطو. سؤال 10، نشأ الإنسان ليسأل ويفهم كل ما حوله بفضل عقله. ده شغاله لوجه الله. فبيقول لك: الذي بلغ أرقى درجات التطور على الأرض. يا سلام يا سلام على حبي وحبك. طبعا لو بتركز في اللي بنقوله في الحصص. سؤال 11، فرض قيود وضوابط تمنع ممارسة التفكير والاعتقاد والتعبير عن الرأي. هي كده. طبعا سيبك انت من هم كاتبين لك استمرارية الحوارات فاهم؟ سيبك انت غلطاتهم المطبعية دي. سؤال 12 بيقول لك: سياسة هارون الرشيد سعت إلى إيجاد منظومة فكرية رسمية
يكون المعيار فيها التعايش مع الاختلاف. حبيب قلبي اسمح بالاختلاف، تبقى دي قدرة على الانفتاح وتقبل التغير. فيها إيه يعني؟ الدنيا مش أحسن، مش أظرف، مش ألذ. السؤال ال 13 يقول أرسطو وأرسطو: من الصعب أن نطلق على الفلسفة لأنها بتجري بسرعة فاحنا مش عارفين نطلق عليها اسم معرفة الحقيقة، لأنها الغاية من المعرفة النظرية هي الحقيقة، ونحن لا نعرف الحقيقة دون أن نتعرف عليها، فيبقى دي تنتج عقول. يا دنس. السؤال 14 الناس لا يزالون يختلفون على الحسن والسيء، وإن العمل الواحد قد يلقي استحسانه في زمن ومكان، وقد يلقى استهجان في مكان. والله على حسب. على حسب دي اسمها ايه يا معلم؟ نسبية. على حسب. يقول أحد الفلاسفة إن جميع الموجودات المعقولة تستمد وجودها وماهيتها من الخير، ولا يمكن التطلع إلى مثال الخير من غير مشقة وعناء، ومن غير أن يدرك الفكر إن هذه المثل هي سبب كل حاجة حلوة. فده أرسطو وماسكوي. بقول لك إيه، ما تفرق لي بين نسبية وموضوعية القيم. سؤال 16 يقول، اللي يعرف ينطق اسمه يقول في الكومنتات. ماشي. يقول ينبليخوس أن الحكمة أكثر إبهاجا للإنسان مقارنة بمين بقى؟ بالأشياء التانية. الحكمة بتبسطنا يا حبيب أخوك في الحكمة. السلام. عقول. السؤال عقول لو غيرنا القاف لجيم هتبقى مش حلوة. يقول أحد الفلاسفة الحياة الخالية من التأمل مش بتاعتنا دي. تأمل يعني دور يعني نظرة ناقضة فاحصة. السؤال 18 يقول توفيق الطويل كان زي حالاتي كده: من الحماقة أن ينشد الإنسان لذاته وشهواته. ما تدورش على نفسك، الحاجة واضحة، ما تبلاش ذاتية، خليها موضوعية. ما هي لو مش ذاتية هتبقى موضوعية. ما احنا لو بنفكر الموضوع بسيط. سؤال 19 خاصية تجعل ما هو عادي في مجتمع غير عادي في مجتمع تاني. معلش ليه بقى؟ قال لك فالأحكام القيمية تتراوح بين الاستحسان والاستهجان تبعا للأفراد، فدي طبيعة القيم من حيث إن هي وسيلة لتحقيق غاية معينة. لأنها مش ثابتة، متغيرة. ماشي. سؤال 20 احترام آداب الحوار وعدم التعصب ده تسامح، يبقى اهي تحقيق التعايش. سؤال 21 إن الحياة التي تخلو من التأمل هي حياة تخلو من كل قيمة ولا تليق بالإنسان. الحياة ديت مش شبهنا، يعني إحنا لازم نتأمل، لازم ندور. يبقى حضرتك هنا لازم تعي أنت بتعمل إيه، يبقى لازم تدور على الحقيقة. سؤال 22 يقول الإمام الغزالي ينبغي لمن أقر طلب الحق إذا وجد قولا شنيعا ولم يجد مقدمات محمودة تزيل عن هذه الشنعة، الله يعتقد في ذلك القول الباطل، فبالتالي ما تسلمش عشان أنا متوضي. السؤال 23 بقول لك إيه، ما تفرق لي في الكومنتات بين التطابق والترابط والنفعية والبرجماتية. شوف إجابتك في الكومنتات. سؤال 23 قدرة الإنسان على القيام بشيء ما بكل استطاعته على وجه لا يضر الآخرين. إحنا مش عايزين نضر حد، إحنا متحملين مسؤولية اللي بنعمله، يبقى دي مسؤولية. السؤال 24 الحياة ترتبط ببعضها البعض بعلاقات هي ذاتها جزء من الخبرة، فلا يحتاج إدراك العالم المباشر أي علاقات زايدة أو خارج الخبرة حتى تربط بين أجزائها. إحنا هنا بنتكلم عن ترابط. يا سلام عليك يا ولا يا أقليدس، يا سلام على كلام المنطق. طبعا هقول لك عارف المنطق انت النسق الرياضي واخد لي بالك، انت عارف في الكومنتات ما تكتبش حاجة. سؤال 25
الهدف الحقيقي للحياة الإنسانية أن يحيا الإنسان بصورة أفضل، ويعد السعي والوصول للمعلومات الشرط الضروري لتحقيق الحياة الأفضل دهيا. فيبقى ده الوعي. فين هو؟ أهو الوعي المعرفي. مش عارف ليه القلم وقف هناك، فهناخدها من الناحية دي. سؤال 26 طبعا ده لو عملنا له الديل بتاع سمكة الراي ده هيبقى جميل أوي. سؤال 26 باشلر قال نحن نعيش في عالم نائم، لازم نصحيه. أمي لولو يا علي، أمي علي، أمي لولو البيت بيولع. بواسطة الحوار مع الغير، لازم نتكلم مع غيرنا. بدل ما هنتكلم مع غيرنا هيبقى غيرنا ده مش شبهنا، فيبقى دي قدرة على قبول الآخر المختلف. سؤال 27 كثير من الفلاسفة يسعون لوضع أحكام تقويمية. خد بالك من تقويمية، يعني ايه؟ هي كده حكم واضح، تبقى موضوعية، تبقى ملتقي الأفراد جميعا. ماشي يابا، في خط مش هقرا الباقي. قالك فهي ليست خواصا العقل منفصل عن الطبيعة متعالي عليها. اللي تحته خط ده بيشير لإيه؟ مش منفصل، ليست منفصل، يبقى ده تطابق. سؤال 29 الشخص هو الذي يبدع القيمة ولولاه لما كان لها قوام. يا سلام عليك يا بنت يا اخويا، يا سلام. احنا اللي عملنا لهم قيمة وادونا بالجزمة القديمة. خربش على الكلام، خربش على الكلام. سؤال 30 بيقول لك نحن في حاجة لوجود مقياس ومعيار إنساني مثالي نستند إليه. الله، لازم مثالي. أحبك يا أرسطو وأرسني. سؤال 31 قال لك خط، خد بالك، قال لك بالتفكير النقدي واستقلالية التفكير. التفكير النقدي يعني بندور على حاجة يبقى بينتج عقول ناضجة واعية. 32 بيقول لك الفضيلة يجب أن تتناسب مع الجوهر. إذا أدرك الخير فهو يستطيع أن يمارس كل الفضل كالصدق والأمانة، فكلها لها اسم واحد. يبقى ده أرسطو وأرسطو. سؤال 33 القيمة تتغير بتغير الظروف. مين قال لك إنها بتتغير؟ حبيب قلبي يا بنت ممل، الرجالة بتوعنا. سؤال 34 بيقول لك الميثاق التأسيسي لليونسكو ينص على أنه من الضروري أن يقوم السلم على أساس التضامن الفكري والمعنوي بين البشر. السلام، يبقى هنا في احترام للثقافات المختلفة. سؤال 35 بيقول لك الفرد يسلك حسب رغبته ووفقا لطبيعته، فهو لا يكون مجبرا أو خاضعا لأي عامل أو مؤثر خارجي. السلام، يبقى دي حرية الإرادة الإنسانية. سؤال 36 تقول حكمة صينية الإنسان الذي لا يتعلم شأنه شأن الأرض جراء. لازم تتعلم، لازم تحب تعرف. سؤال 37 تحت في الكومنتات ما تعملش حاجة برضه، ما تنساش الحاجات اللي فاتت، هفاجئك في الجاي. سؤال 37 بيقول فكر بشكل سيء ولكن في كل الحالات فكر في نفسك، فكر زي ما انت عايز. فدي خليك في حالك، يبقى اسمها ذاتية الفرد. سؤال 38 بيقول لك حصول الفرد على حق اختيار مصيره والطريقة اللي بيعيش بيها والتعبير عن رأيه زي ما هو عايز بالطريقة اللي هو عايزها. يبقى انت حر، يبقى ده اسمه اتخاذ القرار الحر. قول لي يعني ايه حرية في الكشكول؟ حرية واشمعنى ربطناها بالمسؤولية تحديدا؟ يقول لك وتقدم الأمم هو نتاج حرية تداول الأفكار وإطلاق طاقات الأفراد والمؤسسات. خد بالك من هو قال لك ما تحته خط، عشان كده قريت الحتة دي بس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بص بقى، بص يا معلم، يا سلام يا سلام. قال لك الامم هو نتاج حريه تداول الفكره، يعني في افكارك وافكار غيرك. انت ممكن تقرا كلمه حريه تروح على الحريه، لا يا معلم ده تسامح. سؤال 40 يقول لك يقول ارسطو علمتني الفلسفه ان افعل دون اوامر ما يفعله الاخرين خوف من القانون. اللي انت خايف منه ما يجيش احسن منه، يبقى ده لازم يكون في مسؤوليه في افعالك. سؤال 41 تحتيه خط قال لك تواصل خصب بكل البشر يحررنا طبعا من التعصب. تواصل خصب يعني بتعامل مع الناس كلها
يبقى مفيش تعصب. سؤال 42، بتوقف وصف الفعل بالخير والشر على المردود اللي بيعود بيه على الفعل. أوب 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 أوب. انت ممل. انتي سبب سعادتي وقوتي وسر فرحتي، اجمل احلى اغلى حاجه في كل دنيتي، فهمتي؟ مش هكملها دلوقتي. قال لك منهج تأملي يستكشف المفاهيم الأولى وتسلسلها بشكل شمولي من كل الجوانب. يبقى احنا هنا بنتكلم عن التفلسف. طبعا تحسيني عشان في آخر السنة كده منطفي يا أخي، منطفي. السؤال 44، الفلسفة في حياتنا اليومية حقيقة واقعية بنلمسها نتنفسها في كل ما يدور حولنا، فالفلسفة موجودة من أجل تحقيق وعي الإنسان. وعي الإنسان. سؤال 45، يقول باركلي قال لك كيف نستطيع إنكار وجود الأجسام والأشياء وأعيننا تراها وأيدينا تلمسها؟ يا ابني ما موجودة حواليك أهي يا ابني، تطابق واقعي مادي. سؤال 46، قال لك إنه العقل عننا فلا تبحث عن فيه يعني أفكارك. ده عقلنا، أنت بتدور عن دماغك ليه؟ كل واحد حر يا أخي، كل واحد حر. فين أنا همشي بدماغي، يبقى دي اسمها التحرر من الطبيعية الفكرية. سؤال 47 يقول لك الحقيقة. قبل ما نخش على الحقيقة سؤال أخير نشوفك مصحصح ولا لأ. عايزك يا صاحبي تفرج لي بين هانز يوناس والد ليوبولد، ما تقوليش دول قدام، ماليش فيه، اكتبهم. سؤال 47، الحقيقة تعني مطابقة الأشياء لمصلحتنا لا مطابقة الفكر للأشياء. احنا هندور على السلام، ده هنلاقي النتائج المريحة. حبك أنا في المذهب النفعي. بص دي خلصت الحصة. بص يا صاحبي، انا واثق فيك في اللي جاي. اختيارك سواء كان ادبي او ادبي فده راجع لك طبعا. اما الناس اللي هتختار ادبي برضه فهم اخواتنا كده كده، وعنينا ليكم ونشوفكم دايما على خير. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، لينكات تحت. سلام يا صديقي. قناة ابرة ولا